متحكم في كل أشكال القصيدة، إن كانت عمودية يعني كلاسيكية أو حدثية يعني تأخذ الأشكال الجديدة في الكتابة. يكتب بلغة شفافة جدا. ألمس فيه دائما ذلك الشاعر الذي يقرأ جيدا، الذي يمتلك ذلك الإحساس بمختلف تفاصيل الحياة، وهذه وحدها تكفي ليكون نصه القادم دائما حاضرا في شخصه في أحاديثه. صمتي الذكر وأنفاس الصدى، أشرق الليل فأرمي الجسد، كلما حاولت أن أقطف نجما من سمائي لم أجد عندي يدا، كلما حاولت أن أقطف نجما من سمائي لم أجد عندي يدا، صرختي مسجونة في شفتي لم تجد في الليل يا أن للندى، لم تجد كونا كصدري وسع الليل ولا غيبة تكفي. شاعر مطبوع، شاعر حقيقي، شاعر أصيل بالمفهوم الحقيقي لكلمة أصالة، لا بمعناها الذي يعني الانتماء إلى التراث فقط، ولكن بمعنى التفرد، حاجة أوريجينال. فربح يعيش الشعر ويكتبه على السليقة، وإن كان لا يثقف قصائده أحيانا، لكن قصائده تقطر صدقا وتقطر محبة وتقطر إنسانية. ما يعجبنا فيها وذلك الخيال المجنح نحو سماوات المعنى والبلاغة وعجن ذلك كله بمادة تراثية صلبة بحكم تكوينه. وبعد أن أعاد ترتيب أوراق الروح وحفر سواقي جديدة في صحراء الإبداع، جاءت رواية قديشة التي كتبها سنة 2008، والتي تدور قصتها حول التجمع الذي تقيمه مدينة عين الخضراء في منطقة قريبة تسمى قديشة. انتقالي من الشعر الرواية كان بحثا عن فضاء آخر أصل به إلى القارئ، وأصل وألتقي فيه بعوالم جديدة لم أستطيع أن أكتشفها في الشعر، وبالفعل يعني ربما استطعت أن أحل مشكل كبير في ذهني، هو أنني استطعت أن أعبر على قلبي وبين نفسي عن جزء كبير من داخلنا في هذه الرواية. العربي أشرب سمرتي لبنا وأعصر قامتي أعنابا، واكتب أنا المندس بين ملامحي منذ استعرت من الظلام حجابا، سميت حلمي وردة وقطفتها وحملت ملح الأمنيات فذابا. برنامج أن الشعراء أمر رائع جدا وأمر جديد وأمر مميز يحتاج إلى تثمين. قلت رغم أنه كونه مسابقة تلفزيونية يحتاج إلى أن تكون فيه بعض السلبيات، ولكن في النهاية هو مكسب للشعراء. أنا دائما نقول أنه أنت ربح خذلك الاس ام اس ولم تخذلك اللغة، لأنه الجزائريين عموما ما بيعرفوش غير الاس ام اس. أبدع وأعطى صورة جيدة عن هذا الشاعر الجزائري الذي يجهله ربما المشارقة، فكان خير سفير للقصيدة العربية الجزائرية في المشرق العربي، وقدم قصائده التي نعتز بها. شارك في مختلف الفعاليات الثقافية الوطنية والعربية، أهمها عكاظية الجزائر للشعر العربي منذ سنة 2007 إلى غاية 2010، ومشاركته في القدس عاصمة أبدية للثقافة العربية، وحصد العديد من الجوائز والتكريمات نظيرا لإبداعاته في مجال الشعر والكلمة، ومنها تكريم حاكم الشارقة سنة 2002 عن تمثيله للشعر العربي في ملتقى الشارقة للشباب العربي، وتكريم الضيف 11 للنقه الأدبي ببرج بعراريط سنة 2007، وجائزة رشيد ميموني لأدب الشباب سنة 2006، وآخرها لقب شاعر الرسالة ببرنامج أمير الشعراء الذي تحصل عليه من خلال الجمهور الذي تابع البرنامج. عاهدت ربك والثوار والبلد، فكنت أسبق من أوفى بما وعد، وقلتها كلمات أشرقت أفقا على الجميع، وصارت بالزمان هدى تنزلت في المياه من مقمرات كما.
هذا اللحن والإيقاع المشكل في قصائد رابح بانسيابية عالية الدهشة أهدى لفرقة جيل الوفاء التي أطلق عليها هذه التسمية، وأهداها قصيدته قربان لتكون عنوانا لإحدى أنشوداتها الخالدة. له من الأخلاق يعني أخلاق حميدة، هو يعني دائما يريد أن يحتك بالمثقفين ويريد أن يحاورهم ويناقشهم، وأرى أنه في الكثير من الأحيان يبذل جهود جبارة من أجل توصيل أفكاره وتصوراته، وله نوع من القابلية يعني جادة للنقاش والحوار، حتى كلما وجد له بعض الانتقادات أو بعض التعليقات كان يتقبلها. على الرغم من أن رابح أحيانا يبدو لنا في هذه حركة أنه إنسان غير لا يريد أن يثبت على موقع معين، لكن هذه حركية وحيوية الشباب. أمر طبيعي أن رابح توجد ممكن معك يقول لك نشارك معك في أمسية، يقول لك لكن بعد نص ساعة عندي اجتماع في الجمعية الفلانية، يقول لك في المساء راني ماشي بجلفة عندي كذا. فهو متحرك غير ثابت، لكن خلف هذا لا أقول تناقض في بنيته وعلاقاته، لكنه دائما ينام ذلك الطفل في نفسه، هو الطفل الشاعر المبدع الذكي الهادئ الأمل أن يكون دائما نموذج لغيره من الشباب فيما حققه وما يحققه. على المستوى الإنساني هو صديق، أنا شخصيا لم أرى منه إلا كل الخير وأتمنى له كل الخير. نأمل دائما أن تكون كتاباته القادمة مثلما نأمل أن تكون الشمس في يوم غائم وممطر تشرق علينا بكل ما هو جميل. الذي غدك الشهي أحل لي قمرا أبادل ليله الأنخابا.